السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال باذن الله. اليوم جيت معكم بواحد الكيكه عجيبه غريبه. بقاو معايا نعطيكم المقادير اللي غادي نحتاجو فيه ان شاء الله. كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده ما عامرش، وكاس ديال الزيت ما عامرش، يعني اقل واحد شويه، رشه ملح، وغادي نحتاجو فيه جوج البيضات، وغادي نحتاجو فيه واحد فانيا، ونحتاج فيه جوج خمارات فورس. عندي هنا 15 معلقه ديال الفورس كبيره بهذا الحجم هذا. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ البيض والاول، بسم الله. غادي ندير الزيت، كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده، وغادي نطرب كلشي مره. غادي ناخذ هاد الساشي ديال الفانيا اللي غنديرها، وغادي ناخذ رشه ملح، شويه ملح يعني رشه. دابا غادي نطرب هاد مزيان ونرجع معكم باش نديرو الدقيق باذن الله. دابا من بعد ما ضربنا هاد البيض مع السنيده والزيت ولا فانيلا كما قلت لكم قبيصه ديال الملح، غادي نبداو نزيدو دابا الدقيق بشويه بشويه. كما قلت لكم عندي هنا 15 معلقه ديال الدقيق، يعني كتكون ممتلئه. غندير الدفعه الاولى هي الاولى 3 المعالق، وغنبقى نزيد شويه بشويه ان شاء الله. غادي نعاود نزيد 3 المعالق اخرين. كنبقاو نديرو الدقيق غير بشويه بشويه. درت في الاول 3 المعالق، عاود زدت 3 المعالق، غنزيد هاد جوج ساشيات ديال الخميره. دابا راه شويه غادي نحيدو هذا الراب، وغادي نبداو نديرو يدينا، حيتاش هاد الكيكه كما قلت لكم العجيبه الغريبه ماشي بحال الكيكات الاخرين. هادي راه كتجي العجينه ديالها بحال الشكل ديال الغريبه. دابا غادي نحيد هاد الطراب هذا، وغادي دابا نبداو في الصح نخدمو اليدين. بسم الله. غندير 3 معالق عاوتاني، درت 3 في الاول و3 في الثاني و3 في الثالث. هي كيوليو عندنا دابا 9 ديال المعالق. بسم الله. نبداو ندخلو شويه بشويه الدقيق. غادي نزيد دابا هاد الدقيق اللي بقى عندنا هنايا. كما قلت لكم عندي 15 معلقه ديال الدقيق، معلقات كبار، ولكن غنشوف حيتاش كاين على حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشرب. انا عطيت دابا 15 معلقه، وغادي نشوف الا خصني غادي نزيد ونقول لكم ديك الساعه شحال زدت. نزيدو واحد المعلقه، يعني بحال قلنا في الاول 15، زدنا دابا معلقه، غتولي هي 16 معلقه. واخا كتبان لكم هكايا كتلصقوا داكشي، راه من بعد كتجمع. نسيرو غير بالمراحل ان شاء الله وغادي تكون مزيانه. درنا دابا 16 معلقه ديال الفورس. دابا ملي كنجمعوها كتجينا بحال هذا الشكل هذا. كندهنو شويه يدينا بشويه ديال الزيت الروميه باش ما كتبقاش تلصق لينا في يدينا. كنشدوها دابا بحال هكا، كنقسموها على النص، كنخليو هذا النص بوحدو وهذا النص بوحدو. هذا النص غادي نديرو في السلوفان وغادي نديرو في الثلاجه، وهذا غادي نزيدو عليه واحد المعلقه ديال الفورس. وعلى فكره الدقيق اللي خدات ليا هو 18 معلقه ديال الدقيق، يعني معلقه كبيره، 18 معلقه كبيره.
غندير هادي في الثلاجه، وهذه غادي نزيد عليها واحد المعلقه ديال الفورص، يعني هذه غنقصحها شويه على هذه. معلقه كبيره ديال الفورص غنزيدوها على هذا النص الاخر، غنبداو ندخلو فيها شويه بشويه، حيت بغينا حنايا عجينه تكون متلوقه وعجينه تكون شويه قاصحه. الاولى اللي درناها خلينا ما زدناش فيها الفورص، وهذه غادي نزيدو فيها الدقيق باش بغيناها تكون قاصحه شويه. كنبقاو كندخلو هذاك الدقيق كله ديك العاشق اللي زدنا صافي. دابا هذه حتى هي غادي نديروها في السلوفان ونخليوها على جنب، وغادي نمشيو دابا باش نحضروا ان شاء الله الكريمه. دابا غادي نحضروا الكريمه، غادي نديرو فيها 6 طبق الحليب، وغادي نديرو هنا 4 المعالق ديال السنيده كتبقى اختياريه، يعني بغيتو ديروا 2 3 يعني على حسب. كما كنقول لكم السكر والملحه غتبقى لكم الاختيار، انا درت هنا 4، ممكن ديروا 2 ممكن ديروا 3 اللي بغيتو نتوما. بغيتوها تجي حلوه بزاف ديروا القياس اللي بغيتو. هنا عندي معلقه مملوءه كبيره ديال المايزينا ونص معلقه ونص ديال المايزينا. عندي هنا واحد الساشيه ديال فلون ديال الشوكولات، وعندي هنا 80 غرام ديال الشوكولات، يعني غادي نحسب شحال من قطعه كاينه هنا. كاينه 12 قطعه ديال الشوكولات مربعات. دابا غادي نديروه باش ندير الكريمه. غادي نبقاو نحركو وما نغفلوش عليها، نبقاو نحركوها باستمرار باش ما تجمعش لكم من تحت، يعني ما تخسرش لكم الكريمه. يعني نبقاو نحركو فيها لكم باستمرار. دابا هاهي بس ملي كتبان لكم كدير هذوك الفقاعات عرفوها راه الكريمه ديالنا راه وجدات. غنخليها تزيد تختار شويه. دابا هي الكريمه هي وجدات. ملي كتبدا دير لنا دوك الفقاعات كنعرفوا بلي الكريمه راه هي وجدات. دابا غادي نطفيو عليها ان شاء الله، وغادي نمشيو باش نوجدوا العجين اللي قلت لكم قبيله درتو في الثلاجه. غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير. دابا صافي غادي نطفيو عليها ونرجعوا. خديت دابا هاد المولده ديال الحلوى، درت فيه الكاغط ديال الزبده. الا عندكم الكاغط الزبده ديروه، ما عندكمش غادي ندهنوه غير بشويه ديال الزبده ولا شويه الزيت وترشوه شويه الدقيق. ودابا هذه هي العجين اللي قلت لكم خلينا في الاول مرخ، اللي ما زدناش فيها الدقيق، هي اللي غادي نسرحوها في هاد الطاوله على بركه الله. نحاولوا نبسطوها مزيان هنا. كنبسطوها كلها بحال هكا هو. كنحاولوا شويه الجناب نطلعوهم شويه على حسب فين غادي نديروا هذه الكريمه. الا بانت لكم شويه يدكم كتلصق لكم شي حاجه غندهنوا شويه يدينا بشويه الزيت، غير شويه يدينا بالزيت كما قلت لكم. نبقاو غادي مع بحال هكا حتى كنبسطوها كلها في الطاوه، ونحاولوا هاد الجنيبات نطلعوهم شويه هكا. دابا كنديروا بحال الشكل هذا، كنبسطوه في قلت لكم الطاوه ديال الكيكه، وكنجيبوا هاد الكريمه كنخويوها في الوسط. بسم الله. دابا غادي ناخذ هاد العجينه اللي كنا زدنا فيها معلقه ديال الدقيق وغادي نحكوها. نخليو دابا هذه على جنب هنا، غنبداو دابا نحكو هاد العجينه هذه. دابا نحكو
كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه حتى كنغطيو هاد الكريمه كلها بهاد العجينه هذه. يعني كنبقاو غاديين معاها كلها حتى كنغطيوها ان شاء الله. دابا ملي كملنا العجينه في الحكام كتجي بهذه الطريقه هذه، يعني كنغطيو هذيك الكريمه كلها بهاد العجينه اللي خلينا في الاخر، اللي زدنا عليها 10 ديال الدقائق. ودابا غادي ندخلوها للفران، والفران ديجا انا كنت مشعله على 180 درجه. ملي غتبان لينا بدات كتحمر من الجناب ديك الساعه غنشعلو عليها الفوق، يعني نحسوا بها كتبدا تطيب. طابت لينا غنشعلو غير لتحت فقط، ومني غادي كما قلت لكم طيب من التحت نشعلو ليها من الفوق باش تحمر، وغادي نرجعوا ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي. دابا الكيكه ديالنا من بعد ما خرجنا من الفران، ها هو الشكل ديالها كيفاش كتجي. دابا غادي ندخلها للثلاجه تقريبا واحد ربع ساعه، غير باش شدت لينا الكريمه من الداخل، وديك الساعه غادي نقطعها ونوريكم الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. دابا هي الكيكه جبدناها من الثلاجه من بعد ما خليتها تقريبا واحد نص ساعه. انا كنت غنخليها ربع ساعه ولكن خليتها اكثر. كنت ما خليتها مزيان ماشي مشكل، القطر هو كيحيد دغيا بسهوله ملي كنسخنو هذا. دابا غادي نحطها في هاد الطفسين هذا، من بعد غادي نحيد ليها. بالنسبه للتزيين كيبقى اختيار، يعني تزينوها باللي عجبكم. انا غادي نخليها غير هكا، ما غادي نزينها ما والو. كتجي مقرمشه وكتجي زوينه، ما كيجي فيها داك الكريمه من الداخل، كتجي ولا اروع. خوتي خواتاتي، هذه هي الكيكه العجيبه الغريبه اللي درنا اليوم. كنتمنى الا عجبكم الفيديو، انا كنتمنى انكم جربتوها غادي تعجبكم وتعجبكم بزاف. ما تنسوني بشي كومونتير يكون زوين وشي لايك، وكنتمنى اللي شاف القناه ديالي لاول مره ما يبخلش عليا باشتراك. وشكرا جزيلا، والى فيديو قادم باذن الله.